مشاهدونا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. نجاح الخدمات الصحية في مدارس الإقليم الأوسط. نتائج مرضية في مكافحة العادات الضارة للقاش بركة. سيمينارات في مديرية صنعاء لتقوية مشاركة المرأة. الجيش التركي وحلفائه يسيطرون على مدينة عفرين السورية. بوتين رئيسا لروسيا بنسبة كبيرة من الأصوات. وأمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تعقد اجتماعا بشأن كوريا الشمالية. مرحبا بكم. لن عناوين إلى التفاصيل. أوضح مكتب التعليم في الإقليم الأوسط بأن الفحوصات الطبية التي تتم في المدارس بالتعاون مع وزارة الصحة تحقق نتائج جيدة في التعرف على مصاعب الطلاب الصحية وعلاجها. وأوضح مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ ستيفانوس جبرهواريات أن الفحوصات الطبية تجرى أساسا في العيون والأذن والأسنان والأنف والحنجرة، فضلا عن تقديم الأدوية والنظارات مجانا للطلاب المرضى. وأشار إلى تخصيص معلم في كل مدرسة لمتابعة الأوضاع الصحية للطلاب وتقديم الخدمات الصحية أيضا للمعلمين. من جانبه أوضح مشرف متابعة صحة الطلاب الأستاذ إفريم سيوم أن الخدمات الصحية قدمت لأكثر من 134 طالبا خلال السنة الماضية، كما تم توزيع النظارات الطبية لحوالي 500 طالب ومعلم مجانا، داعيا أولياء الأمور لمتابعة صحة أبنائهم. هذا وقد أدخل برنامج متابعة الأوضاع الصحية في المدارس بالإقليم الأوسط عام 2004. أكد الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاش بركة بأن الجهود الجارية لمكافحة العادات الضارة خاصة في مجال ختان الإناث وزواج القاصرات حققت نتائج مرضية. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في إقليم القاش بركة السيدة حدقة يوهنس في الاجتماعات التي عقدتها بمديريتي غونيا وهيكوتا، أوضحت بأن التأطير الذي يبدأ على مستوى القرى له دور كبير في نجاح برامج التوعية. وأشارت مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد السيدة أخبار التخصصية في اجتماع مماثل عقد بمديرية بارنتو إلى النتائج الجيدة التي تحققت في مجال توعية المجتمع بأهمية مكافحة العادات الضارة، وذلك بالمشاركة الواعية للمرأة والتعاون مع الشركاء. عقدت في مديرية صنعاء سيمينارات للمرأة الشابة العاملة في المؤسسات الحكومية وطالبات مدرسة سويرة ثانوية بخصوص زيادة مشاركة المرأة في كافة المجالات. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في الإقليم الجنوبية السيدة أبراش هابتاي أن التطوير المبني على الوعي يعتبر الأساس المتين لكل شيء، داعية إلى تعزيز مشاركة المرأة في التعليم لتمهيد الأرضية لزيادة مشاركتها الفاعلة في كافة المجالات. وناشدت الطالبات للمساهمة الفاعلة في جهود مكافحة العادات الضارة المعيقة لتطور المرأة. وأشارت المشاركات إلى أن زواج القاصرات وختان الإناث وغيرها من العادات الضارة من الأسباب المؤثرة سلبا على نمو وتطور المرأة، مما يتوجب العمل بقوة لمكافحتها. قيم مكتب الادعاء العام في مديرية تسني أنشطته في ربع القرن الماضي بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية والاتحادات في المديرية. وأوضح المدعي العام في المديرية السيد مريح حيل آب في التقرير الذي قدمه أن المكتب استقبل 9787 قضية خلال ال25 عاما الماضية، أغلقت منها 1975 قضية لعدم تقديم الأدلة الكافية، و274 قضية لعدم الحصول على الوثائق الضرورية، وتوجيه 7565 قضية متبقية إلى المحاكم. وأشار إلى صدور أحكام على 6005 من القضايا التي وجهت إلى المحاكم، وإلقاء 1257 قضية لمختلف الأسباب، ولا زال النظر الجاري في 303 قضية. وذكر بأن المكتب يعمل على إدخال وثائقه من عام 1992 وحتى العام 2017 إلى الأجهزة الرقمية لدور النظام المعلومات الرقمي في تسريع الأعمال. وأشار إلى أن مكتب الادعاء العام في مديرية تسني
يعمل على رفع وعي المجتمع وخاصة الطلاب والشباب بالقانون بالتعاون مع الجهات المختصة. عقد سيمينار لطلاب مدرستي محبار الفنية وجندع الثانوية لتوجيه الطلاب وحثهم على الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة وضمان مستقبلهم. وأوضحت مسؤولة متابعة الأقاليم في المكتب المركزي للاتحاد الوطني للشباب والطلبة شابة هيلين أمينة بأن مهمة تنشئة الشباب على الأخلاق الحميدة إلى جانب التعليم الأكاديمي والمهني الذي يتلقونه تحتاج إلى العمل المنسق بين كافة الجهات. وشدد مسؤول الاتحاد في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إدريس عثمان على أهمية وعي أولياء الأمور في توجيه ومساعدة الشباب الطلاب، موضحا بأن المهن والتعليم هو الأساس لإعمار البلاد، وحثنا الطلاب لاكتساب المعرفة وتوسيع وتطوير المهن التي يتلقونها. وطالب المجتمعون بضرورة زيادة فترة ونوعية الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وتشجيع المناشط الرياضية وتقوية علاقة الاتحاد بالمدارس. أفادت الشرطة بأن حملات التعبئة القانونية في أوساط المواطنين عامة والطلاب خاصة تحقق نتائج مرضية في توجيه الشباب ومكافحة الجريمة. جاء ذلك في السيمينارات التي عقدتها الشرطة في مديريتي صنعاء ونقفة. ففي السيمينار الذي عقد بمديرية صنعاء قدم مسؤول مكافحة الجريمة في مكتب شرطة الإقليم الجنوبي الرائد ولد زولي توضيحا موسعا حول مهام الشرطة والجريمة ومكافحتها وحوادث المرور وأسبابها وتأثيراتها ودور الأخلاق في مكافحة الجريمة. وقال قائد مركز شرطة صنعاء الملازم أمينة زودي أن السلم والاستقرار أساس التطور والنماء، مؤكدا بأن بناء قدرات الشباب هي من مهام المجتمع عامة، إلا أن الأسرة لها المسؤولية الأكبر. وأوضح قائد مركز شرطة مديرية نقفة الملازم تساهية بين في السمينار الذي عقده لسكان ضاحية بيان أنشطة الشرطة الأهلية وأهميتها، مشددا على ضرورة تنمية ثقافة الإبلاغ الفوري للشرطة في حال وقوع الجرائم. من جانبه أوضح مسؤول مكافحة الجريمة الرقيب جبرهويت برهي أن ارتكاب الجريمة يعرض للعقوبات القانونية، ويتوجب على المجتمع عامة والطلاب خاصة تجنب الجرائم والمخالفات والعمل لضمان سلام وأمن محيطهم والتركيز على بناء مستقبلهم. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. كن معنا. على الصعيد العالمي، دخلت القوات التركية ومسلح المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين بشمال غرب سوريا، ورفعوا أعلامهم في قلب المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة عسكرية استمرت 8 أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها. وقال متحدث باسم الجيش السوري الحر أن مقاتلي المعارضة دخلوا عفرين من 3 جبهات دون مقاومة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جيوبا مقاتلي وحدات حماية الشعب تحدت أوامر بالانسحاب، لكن القوات التركية سيطرت على المنطقة. وتقول أنقرة أن وحدات الشعب حماية الشعب هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا، وتوعدت بسحق ما وصفته بأنه ممر الإرهاب، في إشارة للأراضي التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية على الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا. وقالت القوات المسلحة التركية في بيان لها أن القوات تمشط الشوارع لتطهيرها من الألقام والحبوات الناسفة بدائية الصنع. أعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لولاية رابعة في انتخابات جرت يوم السبت الماضي. وأظهرت نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع تحقيق الرئيس الروسي نتائج أعلى من المتوقع ليصبح رئيسا لولاية رابعة في وقت يخوض اختبار قوة مع الغرب. وبذلك سيبقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيد الكرملين حتى عام 2024، حينها سيبلغ من العمر 72 عاما، وسيكون قد أمضى 25 عاما منها في السلطة بعد تعيينه خلفا للرئيس السابق بوريس يلتسين. وبحسب نتائج الاستطلاع تقدم بوتين على منافسه الأبرز مرشح الحزب الشيوعي بافيل غورودينين الذي حصد على 11.2% من الأصوات. وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 60% قبل 3 ساعات من إقفال مراكز الاقتراع. أعلنت كوريا الجنوبية أن كبار مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان التقوا لبحث الموقف بشأن كوريا الشمالية ونزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية. وقالت الرئاسة الكورية أن رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إيو يونغ
التقى مع مستشار الأمن القومي الأمريكي HR ماكماستر ومستشار الأمن القومي الياباني شوتارو ياتشي يومي 17 و18 من مارس لبحث الاجتماعات التي ستعقد في المستقبل بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، وكذلك بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على أنه من المهم عدم تكرار أخطاء الماضي، مؤكدين على العمل بشكل وثيق خلال الأسابيع المقبلة. أعلنت كرواتيا حالة الطوارئ في وادي كوسينج في وسط البلاد بعد فيضان نهر ليكا الذي تسبب في قطع الطريق أمام نحو 500 شخص وترك بعض القرى بدون كهرباء. وقال المسؤول في بلدية بيروسيتش إن منسوب المياه يرتفع بمعدل 5 سنتيمترات في الساعة. وذكر التلفزيون الحكومي أن نحو 20 منزلا غمرتها المياه، وهناك منازل أخرى معرضة للخطر. ومدينة كارلوفاتش وبلدات ياسينوفاتش وهارباتسكا كوستانيتشيا هي الأكثر عرضة للخطر من فيضان الأنهار، حيث أدى انهيار أرضي في المنطقة الأسبوع الماضي إلى تدمير نحو 12 منزلا. وهناك تهديدات بانهيارات أرضية جديدة قرب بلدة بترينجا. وفي شمال استراليا انقطعت الكهرباء يوم الأحد عن نحو 25 ألف منزل في مدينة داروين بعد أن أدى إعصار مداري إلى سقوط أشجار وإلقاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وتأخير حركة النقل البحري. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بالف خير.